يا صباح الخير او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة معانا حكاية جديدة وقصة جديدة، وصاحبة حكايتنا مستنية مننا النصيحة. قبل ما نبتدي حكايتنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واللي اول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو عشان اكبر عدد من الناس تشوفه. صاحبة مشكلتنا النهاردة بتقول: خايفة جوزي يسيبني ويرجع مراته الأولى. أنا متجوزة مرتين قبل كده ومحصلش نصيب. بعدها اتعرفت على زميل ليا في الشغل، أنا وكل زمايلنا عارفين إن هو متجوز، بس سايب مراته بسبب مشاكل وإنها ما بتخلفش، وواقفين على الطلاق. المهم الشخص ده اتقرب مني وأنا حبيته جدا، وكان مفهمني إن موضوع مراته خلصان، بس واقف بسبب إنه عاوز يشوف حل في حقوقها المادية والقايمة والكلام ده. المهم لقيت الموضوع هيطول، وافقت على الجواز واتجوزنا في أسرع وقت، حتى من غير ما يجيب لي أي حاجة. عشنا مع بعض أحلى شهر كامل في منتهى السعادة. بعدها بدأ يظهر له مشاوير ومش عاوزني أسأله رايح فين ولا جاي منين ولا كنت مع مين، وبدأ يمسك الفون كتير ومكالمات ورسايل. أوقات أحس إنه بيختلق المشاكل عشان يسيب البيت وينزل ويبات بره، لحد ما اكتشفت إنه بيكلم مراته، وساعات كمان بيروح يبات معاها وتصالحوا، بس هي لسه عند أهلها ما رجعتش بيتها. ولما كلمته وقلت له: طب آخر الموضوع ده إيه؟ قال لي: مش عارف، أنا مش قادر أسيبها ولا قادر أسيبك، وأنا بحبكوا انتوا الاتنين، وانتي شايفاني اهو عايش معاكي انتي بس. وهي اوقات تتحايل عليا وتقولي وحشتني وعايزه اشوفك، فبروح لها يوم واحد في الاسبوع، وبرضه شوفي انتي عايزه ايه وايه اللي يريحك وانا هعملهولك. ومن وقتها بقى بيكلمها قدامي فون وكمان واتس، ومهتم بيها جدا، رايحه فين وجايه منين وكلميني لما تخلصي. وانا طبعا نفسيتي متدمره، ما بقتش باكل ولا بنام، ومش عارفه اتصرف ازاي. هي ما تعرفش معقوله ان هو اتجوز. اوقات احس اني عاوزه اقوله ابعد ويعيش معاها هي بس، عشان انا اللي اوحشه، بس خايفه ينساني. واوقات افكر في الطلاق، بس انا بحبه ومش هستحمل. هو عايش معايا انا بس، حاسه انه ما بقاش شايفني، وانا كمان طول الوقت بقيت حزينه وساكته ومقهوره على حالي. بجد انا في حيره ومش عارفه اعمل ايه. بالله عليكم اللي عنده نصيحه ياريت ما يبخلش عليا بيها. نصيحتي ليكي عزيزتي انك ترضي بالامر الواقع، وانك تفكري في حاجه. حطي نفسك مكانها، لو انتي مكانها هتعملي ايه؟ لو انتي مكانها هتحسي بايه لو جوزك حملك ذنب حاجه انتي ملكيش يد فيها، وهي ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، وهو عدم الخلفه. لو انتي مكانها واتجوز عليكي او طلقك، هتحسي بالقهر والظلم ولا لا؟ حطي نفسك مكانها وهتلاقي نفسك راضية انه يعيش معاكوا انتوا الاتنين. هو متمسك بيكي وبيحبك وبيحبها، بس لو قررتي الانفصال مش هيغصبك تعيشي معاه، واظن ان ده مش هيكون في صالحك، لانك زي ما قلتي في القصة ان انتي انفصلتي مرتين قبل كده. تفتكري هتبقي حمل انفصال للمرة الثالثة؟ مجتمعنا المجتمع الشرقي ما بيرحمش الست المطلقة، ولما الناس تعرف انك اتطلقتي للمرة الثالثة هيقولوا اكيد المشكلة عندك انتي. مش معقول 3 جوازات فشلت وانتي اتظلمتي في ال3. احنا ما نعرفش ايه سبب انفصالك، انتي ما ذكرتيش ايه سبب انفصالك المرتين الاولانيين، بس ايا كان السبب المجتمع هيحملك انتي الذنب. طالما بتحبيه ارضي، وطالما بيحبك وافقي. ربنا سبحانه وتعالى قال مثنى وثلاث ورباع لأسباب، وهو حقه انه يدور على جواز مرة تانية عشان يخلف. ما نقدرش نقوله مش حقك، وحقك انت كمان ان انت تنفصلي، بس صدقيني ده مش في صالحك. نصيحتي ليكي انك ارضي يكون بينك وبينه احسن، بينك وبينها احسن ما يكون مش موجود خالص. ارضي ان انت ما تجرحيش قلب واحدة عشان ربنا يرضيكي.
ارضي انك ما تبنيش سعادتك على سعادة واحدة تانية عشان ربنا يجبر بخاطرك ويبارك في حياتك. دي كانت نصيحتي ليكي. هستنى رأيكم في الكومنتات، واللي عنده نصيحة لصاحبة القصة يقولها لنا، ما يبخلش علينا بيها. ودي كانت حكايتنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. واستنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة في حكاوينا مع طومة.